في حاجه بقى عايز احذر نفسي واياك منها، وهي التسويف. ان انا اقعد اقول هعمل وهسوي وسوف سوف سوف سوف. عدنان اللي كتب السكريبت هو كتب سكريبت بجد يعني الجزء اللي احنا هنتكلم فيه ده وانا مريت بيه حرفيا، هو ما يعرفش ده. يعني هو كاتب ان اول نقطه هتعملها ابدا بحاجه تافهه جدا. يعني انت مثلا عايز تذاكر حاجه النهارده، مثلا هفتح ملف الوورد دلوقتي، بعد الصلاه هبدا اذاكر، فخلاص انا اول تاسكايه عندي ان انا فتحت ملف الوورد، وحتى بعد الصلاه انا مش هذاكر كتير، هذاكر بس 10 دقائق. وده اللي انا عملته حرفيا في كل حاجه تقريبا انا عايز اذاكرها ومضطر وانا ما بحبهاش، بعمل معاها كده بالظبط. باخد حاجات صغننه جدا ولكن على فتره طويله. يعني لو عندي حاجه محتاج اذاكرها في خلال شهر ومزنوق، انا كل يوم هاخد منها 5% بس، على الشهر ما يخلص هكون خلصتها كلها، وبحشي باقي يومي بقى حاجات تانية انا بحبها. وحاول دايما يوميا ان يبقى في وقت ثابت كده انت مثبته، الوقت ده انا هبقى قاعد بفكر في مشروعي، بحضر له حاجه، بذاكر له حاجه، براجع عليه حاجه. انا عايز اقول لك هنا على حاجه ممكن تبقى مش جديده عليك، بس هو اللي بينجح مش اللي بيعمل الحاجه بشكل كامل، اللي بينجح هو اللي بيستمر، هو اللي بيكمل. في شويه جمل كده بقى لما تيجي في بالك حاول انك تستبدلها بجمل تانية. بدل ما تقول انا لازم اعمل حاجه صح، ممكن تقول المهم انها تخلص. بدل ما تقول انا لسه مش جاهز، قول انا هتعلم وانا ماشي. بدل ما تقول الناس ممكن تنتقدني، قول انا بتطور، مش لازم اكون كامل. ده هيخلي مخك يتدرب على كيفيه نظرة الأمور، أو هيبص للموضوع إزاي.